حياكم الله طالباتنا وطلابنا. قبل بدء المقطع لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس بالقناة دعما لنا لنشر المزيد إن شاء الله، وخلي المقطع لايك وشارك لأصدقائك حتى يشوفون الأخبار من طلبة صف الثالث متوسط والسادس إعدادي اللي تهمهم هاي الأخبار. ويلا نبلش بالأخبار. طبعا طلابنا صف الثالث متوسط والسادس إعدادي كلش مهم إنه تكون التربية النيابية جنبكم، ودائما تدعي الى عقد اجتماعات، ودائما تدعي انه وزاره التربيه انه تعيد النظر بموضوع التكييفات، حيث نشرت اليوم وزاره التربيه او التربيه النيابيه بين قوسين احد جريده الصباح العراقيه بين قوسين كذبت تكييف المنهج الدراسي، ودعت بعده نقاط كما موضحها امامكم انه طالبت بوزاره التربيه باعاده النظر ومو فقط شمول العلمي والادبي اذا راح تم اعاده التكييف، مو فقط انما ايضا طالبوا انه يشمل المهني والصناعه وغيرها. وأكدوا أنه هاي التكييفات ما ارتقت للمستوى مناشدات الطلبة منذ عدة أشهر، وأيضا أكدت أنه إعادة النظر لمرحلتي الثالث والسادس، مو فقط السادس إعدادي لأنه مرحلة حساسة وفاصلة بين المدرسة والجامعة. إن شاء الله بأي أخبار أو تطورات بخصوص هذا الموضوع راح ننشر لكم بقناتنا، لذلك من الضروري تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلك عندنا نشر الأخبار، ولا تنسى تخلي المقطع لايك، وشكرا لحسن